طب يا جماعة بصوا بقى، عشان انا جبت اخري من الشتايم والناس اللي بتخش تغلط. الناس اللي بصوا، انا بتكلم في الكورة، الموضوع مش مستاهل نهائي. مش عاجبك اتكل على الله، اعمل لي بلوك. لكن ملهاش اي لازمة الفضل اللي انت فيه والدنيا فشخاك وجاية عليك، فجاي تطلع تفش غلك فيا. اهلاوي زملكاوي ماليش دعوة، انا مش من النوع اللي لا مؤاخذه بفتح رجليا للكومنتات والشتايم عشان اعلي ريتش، لا مؤاخذه يعني. نص الناس كده يعني، في كتير بيعملوا كده، يخش يشتموا براحتك وهيخش يرد عليك عشان يعلي الريتش وترد تاني ويسيب الكومنتات وبتاع. انا مش هعمل كده، انا ما عنديش الا الجزمه من الاخر، اللي هو البلوك. الجزمه في السوشيال ميديا يعني البلوك، بلوك على طول. الموضوع مش مستاهل خالص. هو مش دين يا جماعه عشان تخش تشتمني بامي عشان اهلي وزمالك خالص. فوق بقى وكفايه مسحان دماغ، كفايه. انت واحد ممسوحه دماغك، انت شايف ان انت لما تخش تشتم واحد عشان اهلي وزمالك ان انت كده يعني ايه، نصرت الامه يعني. انت واحد، اقول لك ايه؟ طيب اقول لك ايه والله، اقول لك ايه، هم عايزينك كده يا ابني، فوق بقى. هم عايزينك كده والله. الموضوع مش مستاهل خالص. ومبدئيا يعني انا بتكلم في حاجات المفروض انا اسهل حاجه ان انا اخش ايه، اعمل بقى ريتش والحاجات الحراقه واشتم شويه في الاهلي واشتم شويه في الزمالك واقول لك زيزو ومش زيزو والحاجات الحراقه دي. نص الناس تعملها، اروح لهم والله، هم عايزينك تعمل كده، هم بيحبوا كده وهم بيعملوا كده عشان انت تتفرج عليهم. انا مهتم بالفيوز وعايز الناس تخش تتفرج وكل حاجه، ومش لازم الناس كلها تتفق معايا، انا فاهم ده. بس لازم على الاقل يبقى فيه قدر من الاحترام. مش عشان انت عيل جبان الشاشه حماك فتخش تشتم عادي. انا بعد كده هقدم بلاغات، لو لقيت الموضوع زاد هقدم بلاغات، ماشي. وعامة انا الفترة الجاية هتكلم في حاجات المفروض ان هي في الكورة برضو، بس المفروض ان هي هتفهم دماغي يعني. ليه هقول لك الكوره ليه بايظه في مصر؟ هقول لك على المراهنات، هتكلم عن المدربين اللي بالواسطه، اللعيبه اللي بالواسطه، هتكلم عن الاكاديميات الفاشله اللي كلها بيزنس، هتكلم عن الناشئين اللي بيضحك عليهم وبيضحك على اهليهم وبيتاخد منهم فلوس عشان يلعبوا كوره، في الاخر بيبقوا ولا حاجه. هو ده المهم. هقول لك ليه المنتخبات عندنا وصلت للمرحله دي والمنظر ده. فانت طبعا سايب كل ده ومستني اهلي وزمالك وقف وبتاع، مش هتلاقيه عندي من الاخر. ماشي يا جماعه، ارجوكوا قدر من الاحترام. ومش عاجبك ما تتفرجش، انا ما بجبرش حد، هي دي ميزه السوشيال ميديا. لو مش عاجبك هتقفل الفيديو، لكن اهانات انا مش هسمح بيها بعد اذنكم. بس كده، ده كلام.